ها، الحمد كيف لله. حالك؟ الحمد لله الحمد لله. مبسوط؟ يو ار هابي؟ نعم نعم نعم. نعم. إذا أنت صحفي ياباني صح؟ صحيح نعم. وش رأيك في فوز اليابان اليوم؟ Yeah, it's very. I'm very happy, you know. But I'm happy very in Qatar, but I'm not happy because Saudi Arabia didn't play well in Qatar. Also, I was expecting Abdulatif Al Ghanam to come, but he was injured. He didn't come. He's my friend Habibi Abdulatif Al Ghanam. Okay, شكرا. اعتقد ان المنتخب الياباني اثبت انه مختلف تماما عن بقيه المنتخبات في هذه البطوله. يكفي انه قبل حتى الوصول الى هذه المباراه تخطى العديد من الصعاب والعقبات. يكفي انه لعب سوريا ب 10 لاعبين وكسب المباراه، لعب امام قطر ب 10 لاعبين وكسب المباراه. فريق قادر على تحويل الخساره الى فوز كما حدث اليوم. الكوريين بداوا بالتسجيل لكن النتيجه في النهايه كانت يابانيه، وللمره الثانيه على التوالي تخزن ركلات الترجيح وتخزن الدوحه المنتخب الكوري الجنوبي. قبل في بطوله 88 في المباراه النهائيه فازت السعوديه على كوريا الجنوبيه هنا في الدوحه بركلات الترجيح، واليوم تغسلها ايضا ركلات الترجيح وتبعدها عن البطوله. ويخسر بارك جي سونغ فرصه الفوز بلقب مع كوريا قبل ان يعتزل اللعب الدولي. بالنسبه لليابان مهما كانت الفرصه صعبه سهله المنتخب الياباني عندهم بصراحه، يعني انا شاهدت اشياء كثيره بالرغم ان المنتخب الياباني المنتخب الوحيد في كاس اسيا اللي ما استعد. ماجد، كل المنتخبات استعدت بسبب ظروف خاصه، اليابان ما استعدت للبطوله. بسألك سؤال، رتمهم قاعد يرتفع من مباراه الى بسألك مباراه. سؤال، تكلمت عن اليابان كثير. كوريا لما 3 لاعبين محترفين لاعبين نجوم كلهم يضيعون ضربات الجزاء، حتى وان سميناها ضربات الحظ كلهم يضيعون. تعرف ليش؟ ليش؟ تذكروا نور صبري. النتيجه من وجهه نظري الشخصيه ما كانتش متوقعه، لان انت بتتكلم على الكلاسيكو الشرق اسيوي، بل ممكن وصفه بالكلاسيكو الاسيوي ككل طالما مش موجود المنتخب السعودي مع الياباني، هم دول اصحاب الكلاسيكو باعتبار ده 3 بطولات وده 3 بطولات. لكن بتتكلم على مباراه من الدقيقه الاولى للدقيقه 120 لا تستطيع ان تجزم الى من ستؤول النهايه. استحقت اليابان؟ استحقت اليابان ولم تستحق ان تخرج كوريا، لكن هي عرف كره القدم ان كنا نتمناهما ان يلتقيا في المباراه النهائيه. بصراحه كان هيبقى نهائي عالمي، انما عطفا على ما حدث اليوم تستحق اليابان؟ تستحق 3 ضربات ترجيحيه المنتخب الكوري يضيع. كيف لاعب محترف يضيع 3 ضربات؟ 3 لاعبين و3 نجوم يضيعون 3 ركلات. وانا اطرح عليك سؤال ثالث، سؤال اخر، يعني كيف منتخب يكون عدل النتيجه في الدقيقه الاخيره من المباراه يكون في اوج معنوياته يضيع ركلات مثل هذه؟ اعتقد بان التركيز وصغر سن لاعبي المنتخب الكوري، لا تنسى بان 6 لاعبين من المنتخب الكوري لا يتجاوز اعمارهم 21 سنه. اعتقد بان التجربه والخبره كان لها الكلمه الفصل في ركلات الترجيح.